تخيل إن حتة شوكولاتة سايحة في جيب عالم كان السبب في اختراع مهم جدًا موجود في مطبخنا وهو الميكروويف. الحكاية بدأت سنة 1945 مع مهندس اسمه بيرسي سبنسر، كان شغال في معمل رادارات، وفي يوم وهو واقف قدام جهاز شغال لاحظ حاجة غريبة جدًا، الشوكولاتة اللي في جيبه ساحت تمامًا رغم إن الجو كان برد. بيرسي ما أكلش الشوكولاتة وسكت، ده شغل دماغه وجرب يجيب ذرة فشار وحطها قدام الجهاز، وفجأة اتحول كل الذرة لفشار. عرف وقتها إن موجات الرادار عندها قدرة عجيبة إنها تسخن جزيئات المَيّة اللي جوه الأكل بسرعة رهيبة. بيرسي سبنسر ما كانش معاه شهادة ابتدائية حتى، لكنه كان بيمتلك قوة الملاحظة. حول جهاز حرب اللي هو الرادار لجهاز بيخدم ملايين البشرية، ومن يومها بيرسي أثبت إن العلم مش بس شهادات، العلم هو إزاي بتفكر في اللي بتشوفه. وزي دايما ما بقول للطلاب بتوعي، أنا المهم بالنسبة لي صحتك النفسية، صحتك الجسدية، علاقتك بربنا، علاقتك بالناس، وإن أنت تكون مجتهد قدام. لكن في النهاية يعني إن أنت تكون معاك الشهادة بقى جاي مقفل والكلام ده كله، أكيد دي حاجة تفرحني وكل حاجة، لكن طالما أنت عملت اللي عليك وأنت قدامي إنسان محترم عارف الصح من الغلط وبتعمل اللي عليك، فده أهم بكتير من حتة ورقة. ودي كانت أصل حكاية الميكروويف. لو عجبك الفيديو شير وقول في التعليقات إيه الاختراع اللي نفسك تعرف قصته الفيديو الجاي. سلام.